سلامات 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 يا حبيبنا يا بلديات. مهما الناس يقولوا لي ومهما الناس يعيدوا. يا بو ايوه يالا هارون جه اهو. حاج بسيونة. مرحبا يا هارون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا اخويا. خير؟ انت بتشرب في الشيشة من غير معسل؟ مين قال لك من غير معسل؟ المهم بنقول لك ايه يا حاج بسيونة؟ محشي هوا دي. يا حاج بسيونة ايوه اتفضل. انا قصدك في خدمة يا حاج بسيونة. انت تؤمر العين دي خدمة والعين دي خدمة. ربنا يخليك، بس انا ما جيتلكش غير من شديد الجو والله. انا دلوقتي واقع في ضيقة وفي زنقة وعليا ديون في كل حتة، وعايز منك مبلغ كده لو نقصدهولك ماشي، عايز تعمله بالفايدة عليا ماشي، كل زرعة نديك مبلغ زي ما انت عايز، بس المهم تفكني من الزنقة اللي انا فيها يا حاج بسيون. مبلغ وفايدة ونقصد. يا حاج بسيون انا مزنوق وجيت لك. انت المفروض كنت فهمتني من اول ما لقيتني بنشرب في الحجر من غير معسل. يا حاج بسيون الدنيا وحالة عارفة ان انت راجل معاك، ويعني ربنا ساترها معاك والحمد لله خيرك ياما. يا حاج هارون ما تتغلبنيش، انا لو معايا وحيلتي كنت حطيت في الحجر دي معسل. انا منصبر نفسي وكاتم متكل على الله عليا النعمه. السروال دي مقطوع، انا مش قادر نوريك القطع، ما انا فاضي نخيطه ولا لاقي نخيطه. يعني انت مش هتفك زنقتي يا حاج بسيوني وانا جاي لك لحد ده؟ يا عم اتكل على الله، وانا حن عليك من ربنا. يا حاج هارون هو انت ما لقيتش الا ابوي؟ ده ابوي انا ما لقيتش 5 جنيه نحلق راسي، حطيت عليها شويه قش وولعت فيه. نزل عمك هارون قال فلوس فايده قال كده كده هترلي. حاج همام، يا حاج همام السلام عليكم. والله انت جاي منين؟ عمال ايه؟ معلش يا حاج همام انا جاي لك والله في موضوع مهم خالص وحاله زي الزفت معايا. وانا مالي؟ طب اسمعني بس. ونسمعك ليه؟ يا حاج همام انا مزنوق. وحاجة همام ليه؟ الله يوقف حالك يا بعيد. عايز منك قرشين. عايز مني قرشين ليه؟ يا عم مش هتفك زنقتي يا حاج همام. فك زنقتك ربنا يا ابني. وشايفني انا راجل شغال ولسه طالع من بنية وصبة، ربنا يكون في عوني. انا هنسددهم لك يا اخي على كل زرعه. هنقول لك ايه؟ انت لازق فيها ليه؟ شوف وراك ايه، ورينا عرض كتافك كده مش فضيلك. يا الله من عنده. والله يا حاج فزاع شوية الدورة ده هم فرقة ها وبلاها دولت زلطينهم لي يا زال. هم جم عندك فرقة ها وبلاها؟ والله يا اخوي مبهدلينها. ده بيظبطوا الكوز بكوزه يعني. والله ده مخلصين الفردي وخشين على الثاني، نحرس ما نعرفش بيسرقوا ازاي. مش بياخدوا على اول باوي. ايوه يا حاج فزاع. وانا أيوة قطع رمل يا البهاي. السلام عليكم. ام السلام. ازيك يا حاج عوضين؟ مرحبا. عاملين ايه؟ والله تمام الحمد لله. بنقول لك يا حاج فزاع انت والحاج عوضين، إيه؟ انا قصيتكم في خدمه. قول يا اخوي. انا الدنيا معايا اليومين دولت زنقه خالص وعليا ديون والديانه مش سايبيني بحالي، وانت عارفين احنا داخلين على زرعه هي. عايز منكم مبلغ كده، يعني مبلغ صغير مش كبير وهتسدده هو. مبلغ ده الشبشب ده على اقساط. مبلغ ايه؟ مين اللي معاه دلوقتي يا حاج هارون؟ يا جماعه هو الغلبان مش من حد يعني. نقول لك ايه يا حاج هارون؟ دي مشكلتك دي تحلها بنفسك. روح طلع ابوك من الجبانه وقول له انت خليتني كده ليه؟ ابوك الاول يا حاج هارون كان بيصرف وفرطك، انما احنا ابونا كان بيلملي. يا حاج فلوس. فزاع انا قصيتكم في الخدمه دي ومسيركم في يوم من الايام تحتاجوه للجار ما بيستغناه. طب انا هنقول لك على حاجه يا حاج هارون. انت عايز قد ايه مثلا؟ انا عايز قيمه 10,000 بس كده يعني. لو تجمعوهم من بعض كل واحد 5 حتى ماشي. عنديهم لكم والله على زرعتين ولا حاجه. ثواني بس ثواني انقل معاي. انا دلوقتي اديتك 10,000 اجيبهم لي منين؟ انت لسه هتلك يومي هتدينا على لا؟ طب علي الطلاق ما انتوا واخدين. يلا يا رجل مشوا من هنا مشوا من يلا يا يلا انت قليل ادب وابنك والله ما عليكم فايده. راضي من هنا. يلا ربنا يحميك. ايه يا عماشة كده؟ الراجل كان لسه بيتفاوض معانا، يمكن كان ادانا يا ابني. ما بنستحملش اهانتك قدامي.
معلش يا ابني زنقة وحش. كنت وين يا حاج هارون؟ والله يا ابو جبل كنت عند الحاج فزاع والحاج عوضين قصيدهم في خدمة كده، بس طردوني وهنوني خالص. خدمتي بس يا حاج هارون قول. والله يا ابو جبل انا عارف انك راجل محترم، وانا دلوقتي ما عادش قدامي غيرك في الكفر كله. يا راجل قول ما يهمكش حاجة. انا دلوقتي رحت الهمام ورحت الفزاع ورحت العوضين، لفيت على الكفر كله مزنوق في قرشين كده، عليا ديون ومضى على شيكات، والناس كل شويه بحتالي وجايين على الدار، والزرعه هي مقربه، هي عايز مبلغ بس صغير 10,000 وهنسدده لك على زرعتين او 3 زرعات على قد ما ربنا يقدرنا. 10,000؟ ايوه نجيب لك منين 10,000 يا حاج هارون؟ انا نحسبك كنت محتاج 50 جنيه 100 جنيه. يعني حتى انت يا حاج ابو جبل هترجعنا مكسور الخاطر. يا عمي هو حتى ياكل اليومين دول، اتكل على الله. يا حاج ابو جبل مش كده والله صدقوا فيك، اتكل على الله 10,000 قال. لا يا ابو جبل يعمل فينا كده، ده فلوس ياما حد. ايوه ايه يا انا عملت اللي قلت لك عليه؟ انت قطعت رقبته بس ليه؟ قطع لي رجله من تحت وقطع لي ايده وقطع لي صابعه وكل حاجه فيه عشان يعرفوا مين هو ابو فياض. اسمع اللي بنقول لك عليه، ما تنرفزنيش يخرب بيتك وبيت ابوك. اسمع اللي بنقول لك عليه، ضيعت اسمي في السوق. خلاص ماشي، حد على الراجل التاني هات رقبته معاه، اقطع راسه خالص. ايوه جوات العربون، انا جوات العربون، انا مستنيك. ما تطولش عليا احسن يذبحك في طرف. ايوه ماشي خلاص ماشي، قلع عينيه حتى نبيعوه. حاجه فياض، حاجه فياض مين؟ حاجه فياض، انا هارون حاجه فياض، انا حاجه فياض، انا الطريق عمال ما تخافش، انا الحاج هارون. طب اقعد. مفيش حاجه يا حاج فياض، انا راجل غلبان. لا ده احنا اهو. انا راجل غلبان يا حاج فياض، والدنيا خير ما تلوك الشام خلص في السهاري. بص يا حاج فياض، انا قصدك في خدمه، اؤمر وما عادش قدامي حد غيرك، بس شيل البتاع دي والنبي. دلوقتي انا راجل مزنوق جوه، ومعيش اي قرش، وعليا ديون، والديانه خنقتني. ما اللي داينه دي مش قصتنا، انا عايزك في حاجه واحده. دلوقتي انا رحت لاهل الكفر عندنا والناس جيراني اللي كنت مفكرهم اخواتي وهيقفوا جنبي. ايوه وبعدين كلهم هنوني وداسوا على كرامتي وبهدلوني. فانا جاي لك دلوقتي يا حاج ابو فياض عشان تجيب لي حق مني. حقك ناخده لك بالتخين. مين اللي دار يا حاج ابو فياض البتاعه دي ابعد قدام. انا ما بنحبش انا الظلم. بص يا حاج ابو فياض، الناس دهيت يا ابو فياض بهدلتني وداست على كرامتي، وانا مش يهمني دلوقتي الديون، انا اللي يهمني ان انا ارجع كرامتي اللي تاني. انت ما دام جيت لابو فياض كرامتك هترجع لك تاني. هو ده العشم. يلا قوم معاي. يلا انا يا حاج فزاع اديت صبحيه تكييف، حطينا على المشغول من بدلها يومين 3. يا اخويا ده انت نفسك حلو وقوي، ما لقاش غير زياره. يا حاج فزاع لا خلاص يا عم. ما بتحبنيش بتحبني. هو دي يلا على طول اجري شيلوا احذفوا بره. ارجع مصر غور. يا وليدي يا بلغة خلص. نجح بره، يلا نجح غيره، نجح
اطلع يا كلب. وما وعدش لنفسي يا ابو جبل غير واتنين شدني وزلطين لي هدوم اللي عليا وبالكف وجم حاطيني بره. ده كله حصل؟ اه يا ابو جبل. وما قلتوليش ليه؟ بس يا ابو جبل. يا عمي وشغلينا شغل لما يبقوا 3 رجالي. هاتوا جلابيتي يا ابو جبل، ما عنديش غيره. وخد التليفون في الجلابيه. وزمان صبحيه تكييف بترن عليها على الرقم الثاني. انت همك هم صبحيه تكييف. قام خد الجلابيه. في ايه يا حاج مسيوني؟ في ايه؟ الحق يا ابو جبل، قطاع طريق يا ابو جبل، قلعوني هدومي وخدوا الحمار. زي الناس دول برضه. كلنا على كده يا حاج طب بسيوني. قوموا تعالوا معاي. حقنا يا ابو جبل. قوموا. طب نقول لك يا ابو جبل يلا. روحوا انتوا راح تجيبونا هنا. خش. اطلع. حسن ابو جبل. مش حاجه. خد خد يا ابو رحمي. ما تمشيش على رجليك انت خالص. اركب. واستنونا بالجديد ده سيوني همام زقلة وفزاع، احنا اساس الابداع ومعانا عبد العال يا ابني احنا اساس الضياع.